كتبنا القصايد نفتخر فيك يا كحلان، كتبنا القصايد نفتخر فيك يا كحلان، نغني طرب على اللحون الحماسية ملازم ومن قدك يا معتاز رفيع الشان، وصلت المعالي والرتب والقيادية، ولا هي غريبة وانت تمثل العجمان، ولو بالامجادهم غير عادية، ويفخر ابوك وانت حر ولهج حن شبوحه كبيرة والمعالي سماوية، ابوك الذي نعرفه شيخ على الشيخ حمد راعي الطلعت الاثارت الهيئة، كريم وساس الطيب ومعرب الجدان له العز والنماس طاعن وجبرية، واخواني كل في مواقفهم شجعان، ونذكر هنا رايد يا حي طريق عرفناه راعي الجود والطيب والاحسان، وياسر ليام انتخيناه يا حي، وباسل له العز وله المفخره عنوان، ومهند كريم الطبع يا صادق النيه، وبد ما نسينا الشهم والمرجله راكان جميل السقايا والطباع المثاليه، نهنيك يا معتز ومبروك يا كحلان، وتزهى بك الرتبه بحزم وجديه، يا اشباني من ذاك الاسد باني البنيان، حمد ابوكم يفتخر بسر وعلانيه، كتبنا القصايد نفتخر فيك يا كحلان، نغني طرب على اللحون الحماسيه ملازم ومن قدك يا معتز رفيع الشان، وصلت المعالي والرتب والقياديه، ولا هي غريبه وانت تمثل العجمان، ولو بالامجادهم غير عاديه، ويفخر ابوك وانت حر ولهج حن شبوحه كبيره والمعالي سماويه، ابوك الذي نعرفه شيخ على الشيخ حمد راعي الطلعت الاثارت الهيئه، كريم وساس الطيب ومعرب الجدان له العز والنماس طاعن وجبريه، واخواني كل في مواقفهم شجعان، ونذكر هنا رايد يا حي طريق عرفناه راعي الجود والطيب والاحسان، وياسر ليام انتخيناه يا حي، وباسل له العز وله المفخره عنوان، ومهند كريم الطبع يا صادق النيه، وبد ما نسينا الشهم والمرجله راكان جميل السقايا والطباع المثاليه، نهنيك يا معتز ومبروك يا كحلان، وتزهى بك الرتبه بحزم وجديه، يا اشباني من ذاك الاسد باني البنيان، حمد ابوكم يفتخر بسر وعلانيه.